من هي شركة نقل نجم الشمال؟ نجم الشمال واحدة من كبار شركات النقل الطرقي للمسافرين، استطاعت أن تفرض نفسها في ظرف وجيز، وهذا راجع للتسيير الإداري الممتاز الذي تسير به الشركة، بحيث يتم تجديد أسطول الحافلات بطريقة منتظمة تراعي مسافة كل خط. فنجم الشمال يتوفر على شبكة متنوعة من الخطوط الطويلة والمتوسطة المسافة، وبعض الخطوط ذات مسافات قصيرة بشمال المملكة. تأسست نجم الشمال على يد الحاج حدو، وهو رجل أعمال ينحدر من الريف، وتطورت الشركة عبر الزمن، وذلك بضمها للعديد من الخطوط المتميزة التي تشتهر بها الشركة دون غيرها من الشركات الأخرى، كخط طنجة وجدة عبر الحسيمة بانطلاقتين، خط طنجة وجدة عبر مكناس، خط طنجة ورززة عبر مكناس، خط طنجة ميسور، خط طنجة قلعة السراغنت، خطرنجة الريصاني، خطرنجة الناظور عبر الطريق الساحلي، خط الناظور تازارين، خط الناظور ورزازات، خط الدار البيضاء أو طاط الحاج، وغيرها من الخطوط الأخرى. اكتسب نجم الشمال شعبية كبيرة بطنجة، نظرا لكونها المدينة التي تشكل مركزا لانطلاق معظم خطوطها، وكذلك لاستحواذ الشركة على عدد مهم من الانطلاقات. بالنسبة لخط طنجة الدار البيضاء، مما جعلها الشركة الأكثر شهرة بمدينة طنجة. تطورت شركة نجم الشمال ودخلت إلى مجال النقل السياحي من بابه الواسع، كما ضمت إلى خدماتها خدمة نقل الإرساليات، وفتحت عدد مهما من وكالات الأسفار في العديد من المدن المغربية كطنجة، الدار البيضاء، مكناس، الناظور، الدورنيوش، ميضار، وجدة، الرشيدية، وغيرها من المدن. خلال سنة 2018 استحوذت نجم الشمال على 4 انطلاقات من خط الدار البيضاء. وجدة كانت تابعة لكل من إثران، نقل الكابيتان، بيهاتور وكلوبس، كما استحوذت الشركة كذلك على خط الدار البيضاء العرايش الذي كان في حوزة أسفار مغرب السلام، وخط طنجة بني ملال عبر مكناس الذي كان في ملكية أسفار باب المغرب. وآخر حصريات نجم الشمال هي استحواذها على انطلاقتين جديدتين من خط طنجة. الدار البيضاء واحدة كانت في ملكية سفر سعيد، والأخرى كانت بحوزة نقل الغزالة. فكيف تقيمون إذن عمل شركة نجم الشمال؟ وما الذي ينقصها كي تتقدم أكثر؟ لكم كامل الحرية في إعطاء آرائكم من خلال التعاليق.